شهد محافظ دمياط حسام الدين فوزي احتفالات ليالي رمضان الثقافية والفنية التي تأتي ضمن فعاليات تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة وفرع ثقافة دمياط بحديقة بنت الشاطئ. حملت هذه الاحتفالية شعار رمضان هوية وثقافة تزامنا مع ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، حيث شهدت هذه الاحتفالية معرضا للفن التشكيلي بمشاركة عدد كبير من الفنانين التشكيليين وفقرات فنية وشعرية، إلى جانب فقرة لفرقة الإنشاد الديني التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة. طبيعة شهر رمضان الكريم بيتنوع بكل حاجة، من يستمتع بالأناشيد الجميلة وعلى ضفاف النيل الساحر. مفيش أحلى من المكان ده ومفيش أحلى من الأناشيد اللي اتقالت ومفيش أحلى من مكان يستمتع بيها. وكل سنة وحضراتكم طيبين وليالي رمضان سعيدة، ويا رب يتم علينا الشهر كله بخير وبصحة وسعادة. النهارده الحفل بتاعنا بيكون يعني بيتناول التراث، بيتناول الشعر، بيتناول حاجات من موروث مدينة من أعرق مدن شمال الدلتا وهي دمياط. الأجواء في حديقة بنت الشاطئ جميلة جدا، بالذات الخيمة والأجواء الرمضانية. في تنظيم فعاليات زي ما احنا شايفين، حاجة ما شاء الله مباركة، وكل سنة وانتم طيبين، وفعاليات جميلة فيها شعر وفيها أناشيد وفيها تواشيح وفيها فرقة كورال موسيقى وأنشطة متنوعة، وكل ده بيخدم المواطن الدمياطي.